وذكر الخطيب البغدادي أيضا عن الحسن بن علي الخلال قال: كنا عند معتمر بن سليمان المتوفى سنة 187، قال: كنا عنده يحدثنا إذ أقبل عبد الله بن المبارك فقطع معتمر حديثه فقيل له: حدثنا، فقال: إنا لا نتكلم عند كبرائنا، إنا لا نتكلم عند كبرائنا. قارن هذا الحال الذي كان عليه السلف بما نعيشه هذه الأيام من تطاول الأقزام الأغمار على الأشياخ الكبار، كما تطاولوا على شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فرفوس حفظه الله وأطال في عمره. قزم صغير لم يفقه من العلم شيئا ولم يفهم من الأدب حبة خردل، يتطاول على جبل مثل هذا. لو تعلمون كيف يقضي الشيخ وقته تتعجبون. منذ أن يستيقظ صباحا وهو في العلم، يتم جلسة الصباح، لا يذهب إلى النوم، يذهب إلى العلم، يذهب إلى التحقيق والتنقيح وكتابة الفتاوى والإجابة عن الأسئلة ومراجعة ما يمكن مراجعته مما يتعلق بأمور الجامعة. فإذا استراح إنما يستريح